أهلا بكم، صباح جديد، صباح سعيد عليكم وعلينا وعلى كل من يعيش على أرض مصر، ونتمنى أن يعيش دائما ويتمتع بالصحة والعافية. 3 مناسبات بنقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين عليها. النهاردة آخر يوم في الأسبوع الأول من العام الميلادي الجديد، كل سنة وانتم طيبين، عام 2014. أيضا الاحتفال بعيد ميلاد المجيد للإخوة الأقباط المسيحيين، بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل أيامكم وأعيادكم كلها عيد ورا عيد. والمناسبة الثالثة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ذكرى مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يوافق إن شاء الله الأسبوع القادم. ف3 مناسبات بنقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين عليهم، ويا رب يجعل أيامنا طول السنة 2014 أعياد وراء أعياد، ونتمتع كلنا بالصحة والعافية، وتتمتع مصر بالأمن والأمان والاستقرار. صباح الخير يا أسماء. صباح الخير يا عادل، وكل سنة وانت طيب. صباح الخير كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج أول النهار في كل مكان. أنا كمان برحب بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم اليومي أول النهار وأسرة يوم الثلاث. جايين النهاردة نقدم الحلقة لحضراتكم في يوم سعيد علينا للغاية، لأنه عيد الميلاد المجيد، مناسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وإحنا كلنا طيبين، وكل الشعب المصري كله نسيج واحد وطيب وبخير وفي أحسن حال، واللي جاي يكون أفضل لينا بإذن الله. زي ما انتم متعودين معانا كل يوم، معانا عدد من الفقرات الثابته زي فقره صحافه اول النهار اللي بنستعرض دايما من خلالها اهم العناوين اللي بتصدر في الصحف القوميه والاقليميه هذا الصباح، بالاضافه طبعا لعدد من التقارير بيغطي كل محافظات اقليم القناه وسيناء والشرقيه، وعدد من الاتصالات الهاتفيه اللي بتتابع ما يدور الان في التو واللحظه في محافظات الاقليم. لكن اهم ما يميز اول النهار دايما هي اللقاءات الاستوديو. فعلا يا أسماء، السادة المشاهدين، أهم ما يميز فقرات أول النهار دايما بيكون اللقاءات اللي معانا على الهواء مباشرة. لكن قبل ما أقول إيه هي اللقاءات اللي هتكون معانا على الهواء، زي ما قلنا كل سنة وانتم طيبين 3 مرات علشان 3 مناسبات، بنقول لحضراتكم برضو وبنقول لنفسنا مبروك مرتين. المرة الأولى لأن امبارح كان في تدشين لأكبر مشروع تشهده مصر، ومشروع قومي، وهو مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس. أكيد ده هيكون نقلة كبيرة لمصر واقتصاد مصر، والدكتور حازم الببلاوي كان بيعطي إشارة البدء في طرح كراسات الشروط بالأمس. الموضوع الثاني بنقول لكل العاملين في الدولة مبروك أيضا، علشان اعتبارا من هذا الشهر هيكون صرف الحد الأدنى للأجور وارتفاعات في المرتبات اعتبارا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الأولى الممتازة أو الفئة الممتازة. وده الموضوع ده هنستعرضه مع بعض في عناوين الصحف. نرجع للقاءات اللي هتكون معانا على الهواء النهارده. هيكون معانا بمناسبة عيد القيامة، هيكون معانا القس توما ساريان راعي كنيسة ماري جرجس بأبو صوير بالإسماعيلية. هيكون الموضوع الثاني عن الأحزاب السياسية والفراغ السياسي الذي تشهده البلاد الآن، وهيكون ضيوفنا في هذا اللقاء الأستاذ أشرف عبد الله رئيس حزب العمل الاشتراكي، والمستشار محمد أبو هاشم الأمين العام لحزب العمل بالشرقية. ده بالإضافة للفقرات والتليفونات اللي احنا بنتابعها مع بعض، وأهم التقارير الواردة لنا من المحافظات. بعد الفاصل مباشرة هنستعرض مع بعض أنا وزميلة أسماء وضيفنا اللي هيكون معنا الأستاذ سمير أبو الحمد، هنستعرض أهم العناوين والصحف التي تصدرت الصحف الصادرة صباح اليوم بعد الفاصل. لو بتحبوا البلد دي خلي عيونكم عليها، خلي ايديكوا في ايديها، يا مصر تعيشي بينا. ساعات الجد تلاقينا شايلين روحنا في ايدينا، حالفين للي يعدينا. بلدي ولادي كريم، بلدي الود بودي، احضن ترابك بيدي واشيلك جوا عيني، اصل انت غالية
بلدي ولادك جميل، بلدي الود ودي أحضن ترابك بيدي وأشيلك جوا عيني، أصل انت غالية عيني، بلدي الله حميها حاطين عينهم عليها أنا. أهلا بكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، وبنستعرض مع بعض أهم ما جاء من عناوين في صحافة اليوم. وقبل ما نستعرضها مع بعض أنا والزميلة أسماء بنرحب بالأستاذ سمير أبو الحمد مدير موقع صحيفتي الإخباري. أهلا بك أستاذ سمير. أهلا بحضرتك يا فندم. محللا ومعلقا على أهم ما جاء من عناوين. العنوان الأولاني معانا قرار جمهوري بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية للسماح بالتصويت خارج الدائرة الانتخابية. إذن قرار جمهوري بتعديل، يعني ممكن أي واحد في أي مكان يطلب صوته في أي دائرة متواجد فيها. الخبر الثاني 681 ألف مصري بالخارج يبدأون التصويت على الدستور غدا، حظر رفع الشعارات أو ارتداء ملابس تشير لانتماء سياسي. 681 ألف يعني المصريين في الخارج هيبدأوا التصويت اعتبارا من الغد. الخبر الثالث انطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، رئيس الوزراء توفير ملايين فرص العمل للشباب. انطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس، امبارح كان في طرح لكراسات الشروط. بعد كده معانا خبر مصر الخارجية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني. طبعا قبل كده كانت استدعت السفير القطري، النهاردة بتستدعي القائم بالأعمال الإيراني. مصر تحتك ضد الدوحة وتحذر طهران. بعد كده في خبر معانا القبض على 26 من عناصر التكفيرية وتدمير مخزن للمتفجرات، وتتوالى أعمال القبض والتدمير. القبض على 26 من العناصر التكفيرية وتدمير مخزن للمتفجرات. الخبر السادس الداخلية ترد بالصوت والصورة على ادعاءات الجزيرة، الإرهابي عويضة لم يمت، لقطات فيديو تؤكد اشتراكه في التفجيرات الأخيرة. إذن الإرهابي عويضة لم يمت بعد. دي كانت مجموعة الأخبار اللي معايا، لكن الزميلة أسماء معاها مجموعة أخرى وطائفة أخرى من العناوين هتستعرضها مع حضراتكم. أسماء. معنا عدد آخر من العناوين الإخبارية. معنا خبر بيقول عضو سابق بالقاعدة الشاطر يخطط أو كان يخطط لإنشاء حرس ثوري بمصر، ده على حسب التصريحات اللي جت على لسان محمد توفيق العضو السابق بتنظيم القاعدة. معنا خبر آخر أعزائي المشاهدين بيقول الانتهاء من كشوف صرف علاوة الحد الأدنى للأجور. خبر آخر بنروح بحضراتكم لجريدة الأهرام، والخبر معانا عنوانه بيقول البابا توادرس يرأس قداس عيد الميلاد المجيد مرة تانية، كل سنة وكل مسيحية ومسلمي مصر طيبين وبخير. بننتقل بحضراتكم لصحيفة الأهرام، ومعانا عنوان خبري آخر بيقول التحفظ على أموال مرسي ومنعه من التصرف فيها. الخبر التالي عنوانه بيقول وعاظ الأزهر سنواجه الإرهاب بالفكر الوسطي. آخر خبر معنا في طائفة صحافة أول النهار قبل التحليل الصحفي الأستاذ سمير أبو الحمد. الخبر الرياضي عنوانه بيقول الإسماعيلي يبحث عن الفوز الرابع أمام الشرطة. دي كانت عنواننا الإخبارية، لكن يبقى التحليل الصحفي مع ضيفنا اللي بنرحب بيه مرة تانية الأستاذ سمير أبو الحمد مدير موقع صحيفتي الإخبارية. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ سمير، أهلا بيك. صباح الأمان يا أستاذ عادل. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك وكل الناس في شتى ربوع إقليم القناة ومصر المحروسة والعالم العربي والإسلامي بخير وصحة وسعادة. أجمل شيء يعني تحس كده إن في نسيج وطني وإحنا بنعيش احتفالات عيد الميلاد. أكيد. إن إحنا برضو بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وبنحتفل بالمولد النبوي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني حتى التواريخ يعني ربما مصادفة ربانية جميلة يعني أن يأتي يعني العيدين أو العيدان في نفس التوقيت، يعني كأنك
يعني رب العزة يحاول أن يثبت في هذا أننا نسيج واحد ولا فرقة بيننا في هذا التوقيت بالذات. أننا يعني نعيش في وحدة ونعيش في ألفة يعني. طيب أستاذ سمير، دعنا نبدأ بخبر قرار جمهوري بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية. يعني النهاردة من أروع الأخبار، كل واحد ممكن يدلب صوته في أي لجنة من اللجان، ولكن هناك تخوف برضه، ناس تقول لك طب ما كده هندي فرصة لأي حد يروح يصوت في أي لجنة مرة واثنين وثلاثة. لا لا لا, لا. هذا الخبر من أهم الأخبار التي ربما تكون يعني قد صدرت أو أصدرت في الآونة الأخيرة. هذا الخبر يعني يرفع عن كاهل البسطاء. يعني أنا رجل بسيط في مكان ما في محافظة ما، وأردت أن ألحق بحقي في التصويت أو الاقتراع، يعني كيف تمنعني لأني لا أنتمي إلى هذه المحافظة أو هذه المدينة؟ أنا مصري، يعني أنا أعيش على أرض هذا الوطن. يعني هي دايما بيصبح بها في الاستفتاء، لكن في الانتخابات البرلمانية في أي انتخابات أنا مصري، من حقي لا، ما دمت البرلمانية هتبقى صعبة، لأن لو أنت قاعد في إسماعيلية لا أنا أتحدث أنا بعيدا عن عشان كده البرلمانية. بتكلم على أساس إيه؟ الاستفتاء يجوز فيه كذا. لا أنا بعيدا عن انتخابات مجلس الشعب للتسهيل على المواطن. لا أنا أتحدث عن الدستور، أو أتحدث حتى عن اختيار الرئيس، أو هذا القرار أو هذا القانون الجديد. أنا يعني أراه قرارا صائبا. لماذا؟ لأني كما قلت أنت تعطيني حقي كمصري أحمل بطاقة هوية مصرية. تمام. أن يعني أدلي بدلوي أو أعطي صوتي في المكان الذي أتواجد فيه حتى لا تفوتني تلك الفرصة. صح، تمام. في الماضي لم يكن مسموحا، يعني لم يكن، وربما يكون هذا القرار شبيه بقرار إصدار البطاقات الشخصية، تصويت بالرقم القومي. لا إصدار البطاقة. يعني كان من حقك يعني أن تصدر بطاقتك في المكان الذي ولدت أو تنتمي إليه. حتى شهادة الميلاد. نعم. الآن في أي مكان على أرض مصر تستطيع أن تستخرج بطاقة هوية أو بطاقة شخصية لك من أي مكان أو شهادة ميلاد. عندما تعطي لمن يجلس على الحاسب في الجهة التي تصدر البطاقات أو شهادة الميلاد في دقائق بسيطة عن طريق اسمك واسم جد الأم، يعني دائما، يعني لأنه كل ما هو مسجل في البطاقة ينتمي إلى الأب في المرتبة الأولى. الآن تستطيع من أي مكان على أرض مصر أن تستخرج بطاقة شخصية إذا فقدت بطاقة هويتك أو بطاقتك الشخصية. يعني فهذا القرار قرار صائب تماما. يعني أستاذ سمير، معانا خبر آخر محتاجين تعليق حضرتك عليه، وهو أيضا من الأخبار المفرحة زي ما كان قال زميلي عادل في مقدمة الحلقة النهاردة. الخبر اللي كان عنوانه الانتهاء من كشوف صرف علاوة الحد الأدنى للأجور، ويمكن زي ما جه في تفاصيل الخبر أن وزارة المالية انتهت من حصر أعداد المستفيدين من علاوة الحد الأدنى للأجور اللي هيتم صرفها مع مرتب يناير الحالي ليصل إلى 1200 جنيه شهريا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. تعليق حضرتك على الخبر ده؟ أستاذ قبل معلش ما حضرتك يعني تستعرض هذا الخبر بالتحليل، اسمحوا لي بس ان انا اقول، لان انا دايما لما اكون قاعد قدام التلفزيون وبشوف استقراء لاهم العناوين والصحف ببقى شغوف جدا ان انا اعرف التفاصيل. يعني يا ترى الوقت المشاهد اللي بيشوفنا والتبان هيزيد قد ايه؟ فاسمحوا لي كده، لان في تفاصيل الخبر بيقول ان اكد الوزاره في بيان لها امس ان موظف الدرجه السادسه سيضاف الى راتبهم الشهري 400 جنيه، أما موظف الدرجة الخامسة سيحصل على 400 جنيه أيضا، ويحصل موظف الدرجة الرابعة على 385، موظف الدرجة الثالثة 340، موظف الدرجة الثانية 300 جنيه. أما الدرجة الأولى فيحصل على 255، المدير العام 170، والدرجة العالية والممتازة 130 جنيه. دي كما وردت في كشوف وزارة المالية. هذا الخبر أيضا جميل، ولكن هناك تضارب في نشر هذا الخبر في عدة صحف. يعني كيف تم الانتهاء وأنا حتى يعني 5 صباحا يعني أتابع ما تنشره الصحف، لم يتم الانتهاء بعد من أعداد الكشوف
بصفة نهائية. وانا امبارح كنت مع الناس في الماليه في احدى الادارات الحسابات في التربيه والتعليم وفي اماكن اخرى، قالوا ان ما جالناش اي اخبار عن يعني اذا انت توافق على ما توافق، يعني تصدق على ما اقول يعني. وما تم حصره مليون، هناك 6 مليون يعني موظف ينتمون الى العمل الحكومي في مصر المحروسه، 1.5 مليون حتى هذه اللحظة من تم إعداد الكشوف الخاصة بهم. يخرج من هذا الإطار تماما من يعملون في القطاع الخاص أو من لا ينتمون إلى الجهاز الحكومي. حتى لا يظن أحد يعني الذين يعملون في تلك الأماكن أنه سيسري عليه. يعني نرى مظاهرات أو تظاهرات وانقلابات في المصانع والشركات، كيف لا، هذا القرار قرارا حكوميا على من يعملون في الجهاز الحكومي التابع للدولة فقط لا غير. وده على مسؤوليتي يعني ليس من يعمل في القطاع الخاص في شركة خاصة سيسري عليه، حتى يعلم الجميع أن هذا القرار قرار خاص بالذين يعملون في القطاع العام والجهاز الحكومي للدولة. 1.5 مليون حتى اللحظة من تم إعداد الكشوف. فكيف هذا الخبر يقول أنه تم إعداد الكشوف؟ ما هو ربما على اساس ان نهايه الشهر الناس هتصرف يناير، فمن هنا لاخر الشهر يكون ننتظر. انا في هذا العام الجديد اكثر تفاؤلا، انا طوال عمري متفائل، فانا اكثر تفاؤل في هذا العام، ودعنا حتى ينتهي يناير يعني وما بعد يناير يعني ما دامت الخطوه او انت يعني ازمعت ان تخطو خطوه فمعك حتى النهايه يعني. ان شاء الله. أستاذ سمير، يمكن معانا خبر آخر محتاجين تعليق حضرتك عليه، يعني نسيب الأخبار المفرحة شوية ونروح لشوية حاجات مش هنقول هتزعلنا، ولكن يعني هذا هو الواقع السياسي في مصر في فترة من الفترات، وكل يوم بتتكشف حقيقة ما فبنستعرضها مع حضراتكم زي ما جه في تفاصيل الخبر على لسان محمد توفيق العضو السابق بتنظيم القاعدة، واللي كان بيقول إن الشاطر خطط لإنشاء حرس ثوري بمصر، وزي ما قال ان هو كان بيخطط لتشكيل كلية للدفاع الوطني وضم 50,000 شاب، منهم 30,000 من التيار الإسلامي و20,000 من عناصر تابعة لتنظيم القاعدة، ده بالتنسيق مع محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري اللي طبعا مقبوض عليه دلوقتي، وقال ان الكلية دي كانت هتقوم بتخريج دفعة كل 6 شهور. تعليق حضرتك على هذا الخبر ايه؟ والله الحمد لله أنه خطط، يعني فعل ماضي، يعني انتهى الموضوع، وأنه يعني لم نكن لا زال يخطط يعني خطط، وانتهت كل هذه المؤامرات على مصر بالفشل الذريع. وليس الشاطر ولا هناك رموز أسماء كثيرة جدا، وأنا يعني أدهشني في الفترة الأخيرة وأسعدني كثيرا يعني تراجع العديد من أصحاب الأفكار المغلوطة التي كانت تهدف إلى دمار هذا الوطن عن كل ما كانوا يؤمنون به في الفترة ومنهم الدكتور ياسر البرهامي. هذا الرجل الآن يتحدث بعقل وبحكمة، يقول أنه تراجع عن كل ما كان يؤمن به، وأنه يعني الآن يؤمن بأن مصر هي الأهم ومصر هي الأقوى، وأن كل التيارات المعادية تيارات لا قيمة لها وتيارات هشة. أنا أتمنى يعني أن عندما تنشر الصحف يعني خبرا لابد أن يكون الخبر خبر موثق، يعني تأتي بالحقيقة. يعني هناك خبر يقول أن عويضة لم يمت، وهناك خبر آخر يقول أنه مات، وهناك الصحافة لابد، أو أنا من وجهة نظر يعني الرأي العام يعني أداة تنوير، لابد أن ينور الناس، لأن كما قلنا الناس تتفاعل بالإعلام، تقوم بالإعلام، تتظاهر بالإعلام، تتحرك بالإعلام. فهذا الخبر أنا أقول أن الحمد لله أنه يعني خطط وانتهى وقضي على كل مخططاته. ومن هنا ننطلق يا أستاذ سمير إن احنا يعني إيه، يمكن كان في لقاء سابق مع حضرتك بالتحديد قلنا مش عايزين بقى الأخبار اللي تشغلنا عن أي حاجة خالص.
هو خطط وعمل وما نجحش وفشل المشروع أكيد. لكن عايزين بقى ننطلق. ايضا يعني حضرتك توافقني لا نقرا ولكن يعني ما ده جزء من التحليل. انا افضل ايضا يعني الا نحجب الحقيقه، ولكن نحن في اول النهار. ايوه يعني دائما نطرق ابواب الاخبار المفرحه التي تزرع الامل في قلوب وعقول الناس. خد الخبر ده الخبر الرئيس، هذا الخبر الرئيس. بس قبل ما نقراه ونعرف تفاصيله هنسمع كلمه للدكتور الببلاوي الاول. اتفضل. كمظلة لهذا المشروع العملاق يرجع إلى السمعة العالية الطيبة للهيئة ولقدراتها البشرية والصناعية والاقتصادية الكبيرة، والتي أهلتها لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة. ونحن على ثقة تامة من قدرة هيئة قناة ورجالها المخلصين على الوفاء بالتزاماتها كاملة وتنفيذ هذا المشروع القومي بكل كفاءة واقتدار. مشروع انطلاق مشروع تنمية محور قناة السويس ده مشروع مهم جدا جدا جدا. ومن حسن حظنا ان احنا بنقع في هذا الاقليم، ومن حسن حظي انا شخصيا ان انا كنت بقدم برنامج اسمه حلم وعلم، وهذا البرنامج تبنى معظم مشروعات الإقليم التنموية والمحورية. مشروع شرق التفريعة أو شرق بورسعيد، مشروع ميناء العين السخنة، مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس، مشروع الكوبري. يعني عايزين نقول إن معظم المشروعات الاقتصادية المصرية التي ستنطلق بها مصر مقامة على منطقة قناة السويس. مشروع شرق بورسعيد فقط كان مخطط له أنه يوفر 300,000 فرصة عمل في مرحلته الأولى، ودول مش هنقول لأبناء بورسعيد، لا 300,000 لأبناء مصر. إذن انطلاق المشروع كان بالأمس. هذا المشروع الخبر أولا هو الخبر الرئيس يعني طبعا. في جميع الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية، لأنه خبر يستحق تماما يعني. ولكن يعني عندما يأتي رئيس الوزراء يعني قبل الحديث عن المشروع أو يعني طرح كراسة أو كراسات الشروط لهذا المشروع، لا تقل أنه عرض على 22 مكتبا استشاريا عالميا، لأنك ما زلت تطرح وتتحدث في يعني أنت تضع كراسة الشروط أمام المكاتب الاستشارية في العالم. يعني حتى 6 صباحا وصل العدد إلى 64 تحالفا عالميا من أجل هذا المشروع. تم تصفية هذه المكاتب الاستشارية أو الدول إلى 33، ثم وصل العدد إلى 14، وهو العدد الذي وصل إليه الآن مشروع تنمية محور قناة السويس، تنمية إقليم القناة، تنمية القناة. يعني لا جدال في الأسماء. يعني المهم أن يتم هذا المشروع ولا يكون مثل توشكا. يعني أنا أتمنى هذا المشروع لأنه مشروعا عالميا بكل المقاييس، وأنا أعترض على أنه يخدم إقليم القناة وسيناء. هذا المشروع يخدم مصر والوطن العربي، اقتصاد مصر، لأن كما قلت حضرتك نحن نقع في مكان استراتيجي. هذا المكان أنا من وجهة نظري هو محور العالم. يعني منطقة قناة السويس هي التي هي الطريق إلى الشرق والغرب إلى كل الدنيا. إذا توقفت الحركة في قناة السويس تتوقف الحركة في كل الدنيا، لأن هذا المكان مكانا اقتصاديا، مكانا علميا، مكانا ثقافيا، مكانا تجاريا. فإذا مشروع تنمية أو محور قناة السويس أو إقليم قناة السويس أو قناة السويس هو المشروع الذي يجب أن تعتمد عليه مصر في الفترة. وكنت أتمنى أن أشاهد بين الحضور خبيرا عالميا في تلك الأمور. أستاذ سمير، أنا عايز أقول لحضرتك هذا المشروع تأخر كثيرا وكان ممكن ينقل مصر. ده مشروع شرق بورسعيد لوحده فقط البنك الدولي أعلن أنه هو سيكون قاطرة للاقتصاد المصري، ما بالنا بالمشروع متكامل مش هيجر بقى اقتصاد مصر وكما أسلفت حضرتك وقلت أن هذا المشروع يوفر ملايين فرص العمل. وأعجبني كثيرا أحد الآراء على النت بالأمس عندما قال إن هذا المشروع لو تم
بالصورة المثلى التي ينتظرها يعني الشعب المصري، لن يسافر أو يغادر مصري البلاد إلى أي دولة لا عربية ولا أوروبية للعمل في الخارج. جميل. لأن هذا المشروع يأتي بالخير الكثير على مصر. وأنا ضد كل من يعرقل، ضد كل من يتشائم، ضد كل من يقول أن هذا المشروع، وأن رئيس الوزراء أتى ومعه يعني بعض الوزراء اللي يتناولوا طعام الغداء على شاطئ القناة. هذا كلام كاذب وكلام لا، لأن المشروع مشروع حيوي، مشروع مهم جدا، وكما قلت هو المشروع الرئيس الذي يجب أن تعتمد عليه وتتعكز عليه مصر في الفترة. بس هو في سؤال بقى أستاذ سمير قبل ما الزميلة أسماء تدخل بالعنوان الجديد. يعني كان في إطار هذا المشروع مشروع لإنشاء مارينا لليخوت في المدخل الشمالي لقناة السويس والبحر المتوسط، ففوجئنا أن هو لم يذكر على الإطلاق. المشروع ده اتصرف عليه فلوس كتير في مكاتب استشارية، ملايين الجنيهات علشان يتعمل. لو ما حصلش واتعمل يبقى احنا بنهدر مال عام. أكيد. طيب حضرتك تعلم جيدا أن يعني مدينة زويل العلمية، طب ما هو مدينة زويل العلمية يعني كانت هناك الكثير والكثير من الآراء التي تقول أنها مدينة اللحظة، يعني تلك المدينة الآنية التي يجب أن نستغل فيها ذلك العالم الذي حصل على نوبل، يعني الدكتور أحمد زويل. أين هي الآن؟ وقيل أنه تم يعني رصد ملايين الدولارات لها، وقيل أنه أتت إلى مصر يعني ملايين الدولارات يعني دعما لهذه المدينة، وقيل أنه وضع حجر الأساس لهذه المدينة، وقيل أن الكثير من العلماء أتوا إلى مصر من أجل هذه المدينة. أين هذه المدينة؟ لا حديث عنها في الصحف ولا في الإعلام، يعني لا مقروءا ولا مسموعا ولا مرئيا. لم تحقق الإنجاز المرجو منها حتى الآن. لا هي توقفت لسبب، لأنه نحن شعب ربما نكون متحمس في البدايات وخامد أو خامل في منتصف الطريق. أنا لا أرى هذا إن شاء الله بإذن الله في محور قناة السويس. يعني أنا أرى أن هذا المشروع مشروع يخطو بخطى وثقة، وإن شاء الله يعني يأتي لمصر أو على مصر، ولكن التوقيت الزمني يعني ربما يكون يعني 9 أشهر. لست أدري يعني أن نفق 30 أو 30 بالإسماعيلية 6 شهور، يعني كيف؟ ولا زلت حتى الآن تزيل الأشياء العالقة بالطريق قبل أن تحفر في الأرض بصورة، يعني أعطني وقتا أحاسبك عليه بعد ذلك. هو في الحقيقة أستاذ سمير يعني مشروع زي ده محتاج سنوات، احنا بنتكلم في 20 سنة. يعني أنا وأكتر. أنا قرأت يعني لست أدري من الذي هل خطأ صحفي أو أنا قرأت خطأ، يعني 9 أشهر يعني. لا 9 أشهر لا يعني هو بيعتمد بقى أستاذ سمير، زي ما أنا حضرت قبل كده اللقاء في هذا الموضوع، بيعتمد على إن هناك مشروعات قائمة بالفعل من الممكن أن تفعل أكتر. اللي بقى ايه، نبدا زي ما قعدوا يفكروا نبدا من السويس ولا نبدا من بورسعيد، من اسماعيليه ولا من بورسعيد. قالوا ان بورسعيد فيها 60% من مشروع الاقليمي، تمام. من مشروع التنميه كله، تمام. 60% من المشروعات، وفيها بعض المشروعات اللي بدات والبنيه التحتيه موجوده. هو البدايه ستكون، فهو يمكن قال 9 شهور عشان هذا الكلام. البدايه ستكون، هو ربما يعني هو تصور ان القواعد الاساسيه موجوده فيبني عليها. يعني احنا عندنا العين السخنه وتنميه شمال غرب خليج السويس برضه، خد بالك دي داخله في الاطار. اكيد. ومعانا شرق بورسعيد. والله يا استاذ عادل هذا المشروع بكل المقاييس هو مشروع العمر لمصر. صح. هو مشروع عالمي بكل المقاييس بامانه يعني، ويجب ان نهتم به كثيرا، ويجب ان يسلط عليه الاعلام كل الاضواء. صح. كل الأضواء، لأن أنت تحمس يعني يعني اكتب كثيرا ويعني حاول أن تستقطب الخبراء. وأنا كنت أتمنى وأعيد، كنت أتمنى أن يكون في تلك الاحتفالية أنت تحتفل بتدشين يعني بمشروع يعني سيبدأ بإذن الله عملاقا يعني، فكان يجب أن تأتي بخبراء العالم بالرموز حتى يسلط عليك الضوء العالمي أكثر، لأننا نحتاج إلى أضواء عالمية مفرحة. ونتمنى ان الشعب المصري يكون مشارك باسهم أكيد. في هذا المشروع عشان يحسوا. انا اعتقد ان هذا سيتم، والشركات العالميه الكبرى اعتقد انها ستدخل في هذا، ولكن يجب ان نغربل
رؤوس المال التي يعني تأتي إلى مصر أو يدفع بها إلى هذا المشروع حتى يتم هذا المشروع بالصورة التي يجب أن تكون عليه وتخدم مصر إن شاء الله يعني. أستاذ سمير، يعني خبر من ضمن أخبارنا أيضا كان بيتحدث عن قداس عيد الميلاد المجيد، ويمكن السنة دي كان في حاجة مختلفة، إن سيادة المستشار علي منصور رئيس الجمهورية قام بزيارة للكاتدرائية المرقسية بالعباسية وتهنئة قداسة البابا تودروس الثاني بعيد الميلاد المجيد. تعليق حضرتك على صورة العيد السنة دي، صورة عيد الميلاد المجيد السنة دي مقارنة بعيد الميلاد المجيد العام الماضي، شايف الصورة السنة دي؟ لا العتمة يعني انقشعت، يعني زالت، الحمد لله يعني زالت وأتى النهار ونحن في أول النهار يعني. ونحن في أول النهار. أنا أعتقد أن اللفتة كانت لفتة طيبة جدا جدا. ده أول رئيس يزور الكاتدرائية، أول رئيس. دائما كان الرئيس يوكل بتلك الزيارة إلى ولده أو إلى أحد الوزراء المختصين في شؤون في تلك الشؤون يعني. ولكن لأول مرة أعتقد يعني على حد علم المتواضع في تاريخ مصر التي يذهب فيها الرئيس إلى البابا لكي يعني يهنئه بعيد الميلاد المجيد يعني. فلفتة طيبة، وأعتقد أن هذا العام سيكون محفوفا ليس بالمخاطر ولكن بتفاؤل، لأن أعتقد أن الجيش والشرطة يعني أمنة يعني الكنائس بصورة تليق بمن يقاسمون الخبز والملح في وطن أعتقد أنه كتب له الأمان على مر الزمان. يمكن يعني ده اللي احنا شفناه من خلال الاحتفال كانت رائعة، لم يكن هناك خوف يعني. مراسم قبل الصلاة كانت رائعة، ويمكن التصفيق اللي كان موجود بالأمس يعني كان مختلف عن العام الماضي. يؤكد أن هناك شعور بالأمان الحقيقي. من شاهد الاحتفالين فعلا يعرف وأن القادم أروع بإذن الله. بإذن الله. كل سنة وطبعا وكل الإخوة المسيحيين طيبين. فهمتوا ثانية وهم يعني أسعد بشرهم في أمان. واحنا ايضا كمسلمين في امان اكيد بنعيش على ارض مصر، لكن نذهب الى الخارج. 681 الف مصري بالخارج يبداون التصويت غدا على الدستور. جميل. كل المؤشرات عبر المواقع الالكترونيه وكالات الانباء والصحف تؤكد ان الصوره مشرقه ان شاء الله، وتؤكد ان الجميع معا من اجل مصر. يعني لم أقرأ يعني أن هناك ربما الخبر الوحيد الذي عكر الصفو يعني قبل النوم هو يعني دخول بعض العناصر إلى القنصلية المصرية في فرنسا لإنهاء بعض الأعمال والاعتصام داخل القنصلية. يعني أرادوا تعكير الصفو يعني للتصويت بصورة سلبية ضد الدستور يعني. وأعتقد أن تم السيطرة على هذا الموضوع تماما. يعني هذا الخبر نشر في بعض الوكالات الأنباء والصحف أنهم ذهبوا من أجل إنهاء بعض الأوراق ثم اعتصموا، وكان عددا قليلا يعني لا يذكر. هذا الخبر الوحيد، لكن كل الأخبار تؤكد أن من يصوتون غدا يصوتوا من أجل مصر ولصالح مصر، واعتقد انه خبرا مفرحا. طب واحنا هنعود للخبر بتاع انطلاق مشروع تنميه قناه السويس، ومعانا على التليفون الاستاذ الدكتور حامد مرسي رئيس قسم الاقتصاد بكليه التجاره جامعه السويس. جميل. دكتور حامد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت معنا مشرفا في الحلقه السابقه يوم الثلاثاء الماضي. ده شرف عظيم ليا والله يا وانا عايز اقول لحضرتك ان يعني ايه جالنا تليفونات كتير جدا على روعه حضرتك في التحليل الاقتصادي لمصر خلال الحلقه يعني. ربنا يخلي حضرتك يا رب. الله يخليك. امبارح كان في انطلاق مشروع تنميه محور قناه السويس، ورئيس الوزراء قال ان هناك ملايين من فرص العمل سيتم توفيرها من خلال هذا المشروع. كيف تقرأ هذا المشروع وكيف تتناول بالنقد والتحليل أهم ملامح هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المشروع ده بمشيئة الله إن شاء الله، أنا اتكلمت عنه قبل كده كتير وقلت إن المشروع ده يكفي التنمية الاقتصادية في مصر لمدة 100 سنة كاملة دون تنمية في أي حتة تانية في مصر غير الموضوع ده. ليه حضرتك؟
لان قناه السويس دي اهم ممر مائي في العالم كله، بيعدي فيها 20,000 سفينه سنويا، و500 ناقله بترول بتفضي في العين السخنه علشان البترول يروح لسيدي كرير غرب اسكندريه. فده احنا وسط العالم كله. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى جعل على ضفتي القناه كميات ضخمه من الرمال البيضاء، سواء شرق الاسماعيليه او تحت عتاقه السويس. فللاسف الشديد احنا ما عندناش، رغم عندنا موانئ كتير على البحر الاحمر والبحر المتوسط، ما عندناش موانئ متخصصه لتموين السلع بالوقود ومستلزماتها الاخرى من مياه وخضروات وفاكهه وغيرها. للاسف الشديد السفن هي وجايه تمر في قناه السويس بتروح الخليج، تروح محوده يمين على الخليج العربي، تتمون بالوقود والاشياء الاخرى من ميناء الفجيره وغيرها من الموانئ المطله على الخليج العربي. المفروض احنا نمون ليه؟ السفينه بتتعطل هي وداخله الخليج وخارجه من الخليج، هتاخد وقت، وهي كده كده هتقف في قناه السويس لمده 48 ساعه في الغطس بتاع السويس. طب ما هي وقفت 48 ساعه دول تاخد هي اللي عايزاه كله. كذلك ان الترسانات البحريه اللي موجوده في جنوب شرق اسيا وموجوده في الخليج العربي محجوزه لمده 7 شهور مقدما اللي هي بتصلح السفن. احنا ما عندناش ميناء، احنا عندنا حوض عائم في بور توفيق، مره يغطس وما يطلعش تاني وبعدين يطلعوه، يعني حكايه مبني ايام الخديوي وتوفيق رحمه الله يعني. فاحنا فعلا مقبلين على طفره لو صدقت النيات. انا مستبشر خير المره دي لان اللي ماسكاه القوات المسلحه، قبل كده كان كل واحد، وبعدين مصري خالص، ما فيش حد هيتدخل من الدول الاخرى الا بالتمويل فقط لا غير، لكن المخطط والمنفذ مصري، وهناك شركات اجنبيه ولابد يكون لها تحالفات مع الشركات المصريه. الشركات المصريه هنا هتاخد خبره ضخمه جدا. لو عملنا عندنا راس الادبيه 5 مليون متر مربع، دي تصلح لاقامه بناء عالمي لاصلاح وبناء السفن. الاصلاح الاول، المرحله الاولى اصلاح، والمرحله الثانيه بناء السفن. ودي هتولد عشرات او ملايين الصناعات المغذيه للميناء ده. ففعلا لو قدر الله لنا هذا المشروع وسلمت النيات وما بقاش منظره زي زمان كل واحد يعمل شو اعلاني وخلاص، مصر فعلا مقبله على طفره عظيمه. ده احنا ده كفينا، احنا ممكن نبقى منطقه تخزين لكل تجاره العالم، يعني تيجي في الصين وكوريا وجنوب شرق اسيا كلها واندونيسيا وماليزيا يخزنوا البضائع في مصر في مخازن ضخمه حول القناه، وبعدين لما تطلب البضائع دي في اوروبا ولا في امريكا ولا في كندا تبقى جاهزه في نص المسافه بين شرق اسيا وبين اوروبا. يعني كل الاحتمالات قائمه، ومصر هي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في موقع متميز في العالم القديم وكذلك العالم الحديث. ان شاء الله. يعني عبقريه المكان زي ما قال عليها الدكتور جمال حمدان الله يرحمه، العبقريه دي تستغل في الرواج والازدهار الاقتصادي. دكتور حامد، يعني بالتأكيد حضرتك يعني كمتابع جيد للمشروع ولخطوات المشروع اللي من المزمع انها يعني تطبق ان شاء الله على ارض الواقع. شايف حضرتك يعني ان اكتمال هذا المشروع هياخد فترة زمنية قد ايه عشان نقدر نشوف مراحله الاولى على ارض الواقع؟ اقول لحضرتك حاجة، المفروض يعني انا ما اعرفش المخطط ماشي ازاي، ما قالوش يعني، انا لم اقرأه، لكن لو بدأنا الاول حضرتك تموين السفن بما تحتاجه اليه، ده مشروع في خلال سنه يخلص. انت هتجيبي تنكر زعايم وتحط فيه الوقود، والسفينه هي معديه تاخد من التنكر ده وخلاص. يعني العمليه يبقى تموين السفن بما تحتاجه مش هياخد فتره الا يتنفذ خلال سنه واحده. لكن بقيه المشروعات طبعا هتاخد فترات من 5 إلى 10 سنين. بس برضه هي وبتتم المشروعات هي هتخلق فرص عمل بالالاف، بل ممكن تبقى بالملايين يعني، والله اعلى واعلم يعني. فهو في الاول نبدا بالاشياء السريعه ثم الاسرع ثم الاسرع وهكذا. فالمشروع لازم يكون فيه مراحل ومراحل واضحه للي خطط المشروع، بس انا لم اطلع الى الان على المخطط العام للمشروع. استاذ الدكتور حامد مرسي، رئيس قسم الاقتصاد بكليه التجاره جامعه السويس، بنشكر حضرتك على هذه المداخله، ونتمنى يا رب زي ما حضرتك قلت ان التفاؤل يعم الجميع والكل يكون متفائل كده ان هذا المشروع سيقود مصر خلال المرحله. اكيد.
اتفضل يا اسماء. نرجع مرة تانية لأخبارنا ولتحليلنا أعزائي المشاهدين، ومعانا عنوان آخر في تفاصيل أخبارنا يمكن قريناها لحضراتكم، اللي كان خاص بالتحفظ على أموال الدكتور مرسي ومنعه من التصرف فيها. تعليق حضرتك أستاذ سمير على تفاصيل الخبر ده؟ خبر أكيد جميل، يعني لسنا ندري في أي شيء كانت تستخدم تلك الأموال، ورغم أن يعني الدكتور مرسي، وأنا لا أتهم أحد، يعني أعلن أنه يعني لا يمتلك تلك الثروات أو الأموال الطائلة. يعني هو دخل وقال أنا أمتلك سيارة صغيرة وأمتلك بيتا في كذا وكذا. يعني الرجل لا يمتلك تلك الثروات أو الأموال الطائلة التي كان يمتلكها يعني الرئيس الأسبق. يعني هل القرار ده ملوش لازمه مثلا على اساس انهم لا له انا لست ادري يعني هل هناك اموال اتت بعد تولي زمام الحكم في البلاد؟ انا لا اتهم احد يعني انا ربما يعني التحفظ على امواله حتى لو كان جنيه، حتى ولو كان جنيه. يعني هذا خبر ايضا يعني ربما يكون صائبا او قرارا صائبا. يعني هو مش ربما، ده النيابه تحقق ونحن في انتظار يعني اذا كانت تستخدم في امور اذا كانت تستخدم حتى نعرف الحقيقه بكل التفاصيل. وانا من وجهة نظري اي رمز او اي شخصية في البلاد يعني عليها غبار او عليها علامات استفهام يجب التحفظ على اموالها، بشرط ألا تحرم يعني أولادي أو تحرم من يعيشون معه من حق الحياة. يعني أنت ربما يكون التحفظ يعني أو فرض الحراسات في الماضي كان يتم بصورة يعني رهيبة. أنت أعطي لأولادي فرصة الحق في الحياة كمواطن مصري، ولكن بشرط بعيدا عن الرفاهية وأن تنفق هنا وهنا من أجل تدمير الوطن. هو زي ما حصل مع الرئيس المخلوع التحفظ على الأموال بيحصل النهارده مع الرئيس المعزول، والنيابه في الاخر هي زي ما قالت النيابه والقانون، لأن نحن دولة قانون ودولة عدل، واعتقد ان ولا ما فيش يعني وتحدد مصادر، وهي التي تحدد يعني في اي شيء تستخدم، ولكن القرار قرار صائب. قراءة حضرتك ايه سريعا استاذ سمير يعني ونحن على اعتاب محاكمة مرسي واعلانه في احداث غدا في احداث الاتحادية ومقتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية في نهاية عام 2012. كلنا نتذكر هذا الحدث جيدا. تعليق حضرتك على على المحاكمة دي، خاصة في ظل وجود شهادات مؤكدة من أناس موثوق فيهم اللي هو محمد زكي وقائد الحرس الجمهوري وبعض الآخرين الذين أكدوا تواطؤ دكتور مرسي ومن معه في قتل المتظاهرين. وهناك تسجيلات أيضا يعني المشهد السياسي غدا في مصر أعتقد أنه هو المشهد يعني الذي يؤرق كل الشعب المصري، يعني لأنه هذه المحاكمة، وكنت أتمنى ألا يتم. ربما قرأت أحد الحكماء من الكتاب يقول أنك يعني لا تقول يعني خبرا عن شخصية رمز يتتبعها الإرهاب. يعني أنت لا تقول أن رئيس الوزراء في طريقه إلى المطار من أجل السفر هو برفقة الوزراء إلى مدينة الإسماعيلية. أنا من وجهة نظري هذا الخبر يعني خبر يعني كأنك تقول للعناصر الإرهابية تتبع موكب رئيس الوزراء حتى المطار، ثم هذه الأخبار لا يجب أن تنشر. أنا من وجهة نظري المتواضعة أيضا محاكمة الرئيس لا يجب أن تكون محاكمة علنية لسبب واحد، أنك تحدث قلقا في البلاد. ما دمت آمنت أن هناك عدل وما دمت آمنت أن هناك قانون في مصر، دع القانون يأخذ مجراه أو دع الأمور تسير حسب القانون. أستاذ سمير، نتمنى التوفيق لمصر خلال عام 2014 ونتمنى أيضا أن يعم الاستقرار ويعم الرخاء على أبناء الوطن، ونتمنى أن يمر غدا على خير وما بعد غد. لا إن شاء الله كل الأيام على خير، وكلنا ثقة في الشعب المصري إن هم قادرين على حماية أنفسهم وحماية هذا الوطن. وبنقول ويا رب الناس الموظفين بتوع الحكومة يكون ينعموا بالراتب الجديد وبالحوافز الجديدة على آخر الشهر إن شاء الله. شكرا أستاذ سمير. أشكرك يا فندم. شكرا أستاذ سمير. فاصل سريع مشاهدينا، ارجعوا لنا بعد كده مرة تانية في أول النهار.